عمرك بصيت لحد قريب منك وكان جواك سؤال واحد بس، هو ازاي نستحمل كل ده؟ ازاي شخص بيستحمل إهانة، تجاهل، شك، خيانة، استغلال، وبرضه بيفضل متمسك باللي قدامه كده؟ ليه حد يختار بإرادته إنه يعيش في دوامة من الألم وهو شايف كل علامات الخطر دي قدامه؟ السؤال ده مش بسيط، ومش دايما جوابه هيكون الغباء. في عمق نفسي كبير ورا التعلق بالمؤذيين، عمق بيبدأ من الطفولة ويمكن يفضل ماشي معانا طول العمر. العلاقة السامة مش لازم تبقى كلها ضرب وخناقات على فكرة، لأ، ممكن تبقى حب ورسايل وخروجات، بس معاهم دايما إحساس بالذنب والخوف والتوتر. العلاقة السامة هي اللي بتسرق منك هدوءك، ثقتك بنفسك، واتزانك، بس مش قادر تمشي منها للأسف. تعال أحكي لك قصة واقعية يمكن تفهمك أكتر شوية أنا قصدي إيه. نور كانت مخطوبة لحد كل مرة بيتخانقوا فيها بيقفل التليفون ويختفي باليومين ويسيبها هي تعيش في قلق مستمر وبتفكر، هو بيحبني؟ طب هو زهق مني؟ طب هل أنا غلطت وأنا مش عارفة؟ وتفضل قاعدة في جلد ذات لنفسها مستمر طول الوقت ده. وفي كل مرة كان بيرجع بعت وردة أو رسالة صغيرة يقول فيها أنا آسف، مضغوط شوية. نور بتصدق الكلام ده فورا وبتقرر تنسى كل دموعها والألم اللي عاشت فيه، وتفضل قاعدة مستنية بس قرار إنه يرجع يتعامل معاها كويس، يديها اللحظة الحلوة اللي وراها أكيد هيكون في جرح تاني. الدماغ ساعات بيغلط، بيربط بين الحب والألم لو اتعود عليهم من زمان. لو انت كنت بتدور على رضا أهلك طول الوقت، أو كل اللي شفته في البيت كان تحكم أو برود، هتفتكر إن ده الطبيعي وهتفتكر إن الشخص اللي بيقلل منك هو ده الحب. تعال أحكي لك قصة تفهمك أكتر. مروة طول عمرها وهي صغيرة بتسمع من مامتها ليه انتي مش شبه فلانة، ودايما بتقارنها بالبنات التانيين. فلما اتخطبت وخطيبها بدأ يقلل منها ويقول لها أنا قابلت ناس كتير أحسن منك، هي ما حستش بألم حقيقي، بالعكس، حست إن ده كلام طبيعي جدا. كانت دايما بتحاول تثبت نفسها وتبرر تصرفاته قدام صحابها، هو بس مزاجه صعب، هو بس عايزني أبقى أحسن. مروة اتعودت إن الحب مش كلام لطيف ومش مواقف كويسة، لأ، الحب هو التحمل والاستسلام. اللي بيحصل في العلاقة دي اسمه تروما بوندنج، يعني تعلق عاطفي ناتج عن الإساءة. بتعيش في دايرة مغلقة بتلف فيها حوالين نفسك وما بتنتهي. بتبدأ من الجرح اللي بيجرحهولك الشخص، وبعد كده الصمت والاختفاء واللي انت بتعيش فيه جلد الذات بتاعك، وبعد كده يقرر يظهر تاني ويديك مبرر أو اعتذار، وبعد كده يديك اللحظة الحلوة اللي بتستناها عشان تعدي كل ده. بعد كده يبدأ الدايرة من الأول تاني بجرح تاني. كل مرة بيرجع فيها الشخص ده وبيديك اللحظة الحلوة، انت بتتعلق أكتر وأكتر، كأنك بتدمن الشخص ده حرفيا. تعال أحكي لك قصة بسيطة تفهمك قصدي أكتر. كريم كانت خطيبته بتزعق له وتهينه على أقل حاجة، طول الوقت انت ضعيف، انت فاشل، انت مش قادر تسندني. وفي كل مرة كان يتكسر فيها قلبه، ترجع تعتذر بالدموع وتقوله أنا بعمل كده عشان بحبك، مش عايزاك تمشي. كريم كان يفضل بين نارين، بين نار الألم اللي بيعيشه وبين رغبته في اللحظة الحلوة اللي بيستناها منها بتلم شتات قلبه من تاني. ورغم كل ده كانت بتنتصر رغبته في الآخر إنه يستنى منها اللحظة الحلوة وينسى كل اللي بيعيشه وما بيقدرش يسيبها. تعال أقولك كام حاجة لو بتحس بيهم غالبا انت في علاقة سامة. رقم واحد، بتقعد تدافع عن الشخص اللي بيجرحك قدام كل الناس طول الوقت. رقم اتنين، بتخاف تتكلم بصراحة معاه عشان ما يتعصبش أو ما يزعلش منك أو يمشي ويسيبك. رقم تلاتة، بتلوم نفسك على كل حاجة بتحصل حتى وانت مش السبب. رقم أربعة، مش قادر تتخيل حياتك من غيره رغم إنك تعبان ومأذي. رقم خمسة والأخير، دايما عندك إحساس إنك قليل وإنك مش كفاية.
تعال أحكي لك قصة بسيطة تفهمك. علي لما أصحابه قالوا له هي بتتعصب عليك وبتهينك قدام الناس طول الوقت، كان بيرد عليهم: هي بس مزاجها صعب وأنا بحاول أكون صبور. لكن في الحقيقة علي كان بيحس كل يوم بجرح داخلي مش قادر يعبر عنه، وبيلوم نفسه دايما ويقول: يمكن أنا السبب، يمكن أنا مش كويس أو مش كفاية. كانت علاقته عبارة عن دوامة من العذاب والصمت. أول خطوة تجاه التعافي إنك تعترف لنفسك إنك في علاقة سامة ومؤذية. مش لازم تنكر أو تبرر وتقول يمكن يتغير، الحب الحقيقي مفهوش وجع متكرر. تعال أقولك شوية خطوات بسيطة يمكن تساعدك. رقم 1: اكتب كل المواقف اللي أذتك عشان تفتكرهم وقت الضعف لو نسيت وترجع تقراهم تاني. رقم 2: افتكر إن دماغك مش ضدك، بس محتاجة وقت عشان تفوق. رقم 3: كلم حد بتثق فيه، صديق، الجأ لمعالج. رقم 4: حط حدود حتى لو مؤلم، قول لنفسك أنا مش هسمح بكده تاني. رقم 5: ابعد وخد مسافة عشان تقدر تشوف الصورة بوضوح وتفكر صح. رقم 6: ارجع لنفسك من تاني، روح الجيم، اقرا، ارسم، ارقص، اتنفس. اعرف إن التعافي بياخد وقت بس بيحصل. تعالى أحكي لك قصة واقعية تفهمك أكتر. سارة قررت إنها تكتب كل اللحظات اللي اتجرحت فيها من خطيبها، حتى المواقف الصغيرة اللي كانت بتتجاهلها. بدأت تكلم صاحبتها اللي كانت دايما بتدعمها، وراحت لجلسات عشان تتعالج وتكون أحسن. حطت حدود واضحة وقالت أنا مش هسمح بأي إساءة تاني. وبعد فترة ابتدت تلاقي نفسها بتضحك وبتخرج، تحب نفسها، وافتكرت إن هي تستاهل. اللي اتربى وسط حب مشروط أو عنف أو تجاهل بيبقى عقله مترجم الحب بطريقة مشوهة، فلما يقابل شخص مؤذي ممكن يحس بالراحة، لأن ده اللي اتعود عليه حتى لو مش واعي لده. لو انت أو انتي في علاقة مؤذية، انت شخص عنده تاريخ وعنده جروح وعنده أسباب محتاجة فهم حقيقي، مش محتاجة جلد ذات. بس أهم خطوة في طريق التعافي هو الوعي. لما تبص على نفسك وتقول أنا تعبان عشان أنا متعلق مش عشان أنا بحب، دي بداية التحرر. اللي بيكسرنا مش حب حقيقي، والحب عمره ما كان قيود ولا خوف ولا وجع كل يوم. افهم تاريخك واحترم نفسك وخد قرار ينقذك من الدور اللي اتكتب لك، عشان تبدأ تكتب قصتك بس بإيدك انت، مش بإيد حد تاني. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا دايما كل جديد، وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات لو تعرضتوا للنوع ده من العلاقات، وابعت الحلقة للشخص اللي محتاج يسمعها فعلا. سلام.